السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى النهارده نحضر فطار كده حلو لذيذ. الاول هنعمل الحلو بتاعنا ايه؟ فروت سلطه. هنا انا جبت فواكه، جبت موز وتفاح وبرتقان وجوافه ورمان. المهم جبت هنا 3 موزات او 4، حطيتهم في الخلاط وحطيت عليهم نص كوبايه لبن، وكان عندي كوبايه سكر، خدت ايه 3 ارباعها كده وضربتهم في الخلاط، عملت عصير موز. تمام. وهنا بقى نزلت الفاكهه بتاعتي اللي انا كنت مقطعاها كلها في بوله وحطيتها على بعضها، وكان عندي هنا بلح بلاق اخدت منه حبه. المهم وهقلب المكونات دي كلها. الاول هعصر عليها نص ليمونه وهقلب بقى المكونات دي كلها كويس. طبعا انا زي ما قلت لكم ان دي فراوله وتفاح وجوافه وموز وبرتقان ورمان. المهم بعد ما قلبت الفاكهه دي كلها هقوم نازله عليها بعصير الموز اللي انا عملته، وبعد كده ايه هسيبه شويه على بال ما اعمل حاجه تانية. هنا بقى عندي مانجا. المانجا دي كنت مفرزاها في الفريزر عندي. المهم طلعتها وحطيت عليها حبه ميه، هحط عليها نص كوبايه سكر وايه وهضربها في الخلاط. نيجي هنا بقى عندي لوبيا، كنت طبعا نقعاها بقالها ساعه منقوعه. المهم ايه غسلتها وايه ونزلتها في حله وسبتها تستلق مع نفسها على بال ما اعمل حاجه تانية. هنا عندي طاسه هحط فيها معلقه سمنه، تمام، وحبه زيت زقنطتين. وبعد كده هقوم نازله باللحمه بتاعتي، عندي لحمه مقطعاها مكعبات صغيره. ده زي كيلو، نص كيلو لحمه لحمه قطع مقطعه مكعبات صغيره خالص، ونزلت عليه في الطاسه بتاعتي. حطيت عليه معلقه فلفل اسمر وهقلبه تشويحه. طبعا النار هنا لازم تبقى عاليه عشان انا مش عايزه اللحمه تنزل ميتها. تمام. المهم بعد كده كنت مقطعه خضار معايا، بصل مقطعاه جوليان وطماطم مكعبات وفلفل اخضر. نزلت عليها بعد ما اللحمه اتشوحت ولونها اتغير، نزلت عليها بالخضار اللي انا مقطعاه، وحطيت معلقه توم وحبهان وورق لوري، وهنزل بقى ببهارات لحمه وحبه شطه وحبه بابريكا، تمام، وحبه قرفه وحبه كزبره، تمام، وهحط شطه وكمون، وهقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كده كويس. عايزه اشم بقى ريحه البهارات واللحمه طالعين كده من كتر تشويحنا. نزلت بمعلقه خل وهقلب تقليبه كده وهسيبها شويه كده، وبعدين ايه هنزل عليها بالميه السخنه بتاعتي. هنا بقى كانت اللحمه خدت لها تشويحه محترمه والخضار نزل ميته وبدا يشربه، قمت نازله عليها بالميه السخنه وهسيبها بقى ايه مع نفسها، اوطي عليها خالص بقى وهسيبها تستوي مع نفسها. عندي هنا حله تانية حطيت فيها بصلايه مقطعاها صغير ومعلقه سمنه وحبه زيت وهشوح البصله دي ايه تشويحه زقنططه كده. انا لما بحب اعمل خضار ما بشوحش البصله، يعني ما بديش للبصله لون، ما بخليهاش تصفر يعني. بحب احط الحاجه قبل ما، يعني عشان ما تبقاش تقيله. المهم بعد ما البصله شوحتها شويه نزلت عليها بالطماطم. اول ما الطماطم بدات تتسبك كده هقوم نازله عليها باللوبيا بتاعتي. طبعا هنا اللوبيا كانت اتسلقت خلاص. هنزل باللوبيا بتاعتي وبعدين هزودها كوبايه ميه واحط لها بقى ايه ملح وفلفل وحبه شطه وواحدة مرقة، عشان انا مش حاطه عليها شوربه، ما عنديش شوربه، فهحط واحدة مرقه بديل الشوربه. المرقه دي طبعا كالعاده يعني دايما بقول لكم ان هي بتبقى اختياري، اللي مش بيحبها ما يحطهاش. تمام. وهسيبها بقى مع نفسها. هنا بقى هنرجع تاني للفروت سلطه. هبتدي بقى ان انا احطه في كوبايات. هحط هنا طبقه وبعدين هنزل بقى عليها بعصير المانجا. هحط حبه عصير مانجا وبعدين هرجع احط طبقه تانية. بس شايفين بقى شكله عامل ازاي ولا طعمه؟ ما اقولكوش والله العظيم كان طعمه خطير. طبعا ده يعني حاجة حلوة قوي في رمضان يعني، وفي فوائد كتيرة قوي يعني، طبعا كل حاجة موجودة فيه يعني، بس مش محتاج كلام يعني. بس بقى المهم بقى لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك على قناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. وعايزة تشجيع بقى يا جماعة، بقى علولي القناة شوية. بس هنا بقى كان الاكل بتاعي خلاص استوى. طبعا انا عملت جنبيهم رز بالشعريه. دي اللحمه، شايفين اللحمه مستويه ازاي؟ لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك.